بلشنا يا جماعة. يا أهلا وسهلا حبيباتي. طبعا مثل العادة أخي جملو حبيبنا، واليوم نحن وعدناكم حبيباتنا المستمعين والمتفرجين والمشاهدين والمشاهدات إنه بآخر حلقة بكل شهر حيكون في عنا ضيف يقطش ويلحش ضحية يقطش ويلحش معنا. اللي حيقطش ويلحش معنا اليوم صديقي وحبيبي وحبيب البرنامج وكل البرامج أخي البرنامج كثير بيحبني أنا. مو معقول شو بيحبني البرنامج. صديقنا الممثل السوري والكوميديان سعد الغفاري. قبل ما حبيب القلب أبو سعود، قبل ما نبلش وناخذ ونعطي، أنا عمار دبا من أمستردام. أنا جمال منصور من وسط جامعة تورنتو المقاتلة. إيه، ومعنا سعد الغفاري. تفضل قول ورجيني هويتك. مين أنا مين؟ أنا سعد الغفاري من النمسا والله. يا ميت الملقب بأستريا طلعت. بس نحن بنقول النمسا. بس نحن الوحيدين إلى النمسا. ليش بدنا النمسا اسمه نحن والأتراك؟ الأتراك لأنه الأتراك كانوا يقولوها النمسا، وهن الأتراك كانوا يقولوا للمجر مجر، هي اسمها هنغري، بس هن كانوا يقولوا له ماجار، فأخذناها منهم. لأنه المجرين بيقولوا عن حالهم ماجيار، لأنه هن قبيلة اسمها ماجار، قبيلة هن كانوا. عين عليك. والأتراك المعلومات، الأتراك ليش عم يخبصوا بالزعرور؟ ليش عم يعملوا هيك؟ أخي أتراك شو؟ ما أتراك أنت. أنت ما أتراك. أنت ليش حاطط كسلوك أنت وياه؟ لأن الكسلوك تركي. كسلوك صح، كلمة كسلوك إيه صح، جوزليك صح مزبوط. شنطة شنطة قلطو شنطة وهيك شيء. ضندرما كانوا يقولوا أهل أول. ملضمينا سفر برلك سلام لك حرم لك، كلها هيك كلمات. أنا نفتح القاموس التركي. المهم حلو. ايه طلعوا هي هلا نحكينا كلمتين بس نحكي الشبيبه يا حبيباتنا. هاي الحلقه الرابعه والاخيره بجانيوري، اول شهر من 2021. طبعا قطش ولحش مثل العاده بتعرفوا انه هو موجود على اليوتيوب. ونحن قلنا لكم انه حنعمل فيديوهات صغار، فصار هلا كل المقاطع او المحاور اللي عم تنذكر بالحلقات عم تنزل بفيديوهات صغيره فيكم تشوفوها. يلي مو حابب يشوف حلقه كامله، هلا بدنا نطلبوا منكم انه اعملوا سبسكرايب. ايوه الله يرضى عليكم، يعني اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك، تعليقات، مو مشكله، بس السبسكرايب كتير مهم. وراح اقول لكم ليش مهم. السبسكرايب كتير مهم لانه نحن عدم المؤاخذه، انت يا حبيبي المشاهد ان شاء الله بتقبر عظامي، انت عم تتفرج على هذا الحكي، يعني عرفت شلون؟ اقل ما يمكن اذا حبيتنا، يعني وإذا ما حبيتنا لك أخي، وإذا ما حبيتنا يعني ايه، اعمل خير وزت البحر لك يا أخي، عرفت شلون؟ علمه صدقة جارية. صدقة جارية على روح أمواتك، الله يرضى عليك. هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، نحن طبعا موجودين على كل الأوديو بلاتفورمز، موجودين الحلقات على أبل بودكاست وجوجل بودكاست وسبوتيفاي، وكمان نحن موجودين على كل السوشيال ميديا، انستغرام وفيسبوك. وعلى قولة مين اللي كان يقول اطلع مدري شو اطلع لك، مين هذا الشاعر؟ الفرة كان؟ ما الفرة عنده هيك، كان عنده قصيدة الليمبي يمكن، شو بدي اعرفني والله الليمبي اكثر من الليمبي. هذا عميق اكثر من الفرة. هذاك تبع ما اريدك حتى تذبحني بيدك. بس ايه، عنده وحده تبع من تحت بدري شو اطلع لك من بين عيونك. هي صح. هي يمكن انا مره سمعت له، كان عندي كاسيتات له، كان يقول انا في شو بيقولوا له هذا الشمة تعرفون الشمة؟ انا وين ما اروح اقول الشمة، يعني كما يقولون كما في حمص وسوري ودمشق. فأنا كنت بالرقة وقلت لهم الشمة يعني شمة. وضحك الجمهور ودم خفيف للآخر. شو بدك؟ كاسيتات ليه؟ المهم
طالما نحن بلشنا من الفرة الله هيك يرحمه وحمدة مسكينة اللي الرمش اللي ما اللي يتحدى اللي يتحدى ايوه الرمش اللي يتحدى والله يا معلم والله الرمش عم يتحدى يا معلم وما شاء الله كل ما لا العملة عم تكبر العملة السورية عم تزدهر عم يسقوها مي عم بتفرع صار في ورقة ب5000 صار طبعا الواحد مستحي يضحك بس والله شر البليتي بيضحك والله العظيم شر البليتي عن جد نفس هالشعور انه انا يعني هلا انا بدي عن جد بدي احكي نكت يعني مو حرام نحكي نكت على واحد ميت عرفت شلون يعني العمله ميته وبس بدك انت انه نزيل فيها اذبحها اكثر ما علي افهم يعني ليش تطلع ورقه ب5 يعني ليه عم تطلع ورقه ب5000 يعني ليه بدك جد ولا بدك تقري؟ لا عن جد اخي جد انت هذا الشيء بيسموه الانفليشنري افكت العامل التضخمي تمام بس يعني ليه انت لما بيكون في عندك عمله عم تتدهور وخلص انت كدوله صرت موقن تماما وما عاد فيك ما تتصرف على هذا الاساس يعني انه خلصت تدهورت وانتهت وما عاد ترجع الى البلد بدك تختصر كميه نقد متداوله بالسوق تمام فبتطبع denominations بتطبع فئات اعلى لحتى تختصر كل شيء قبل منها لانه صارت هي الليره الجديده ال5000 هي عمليا ليرتك هي صارت خبز 5000 هي يعني 500 تقريبا على زماننا 5000 هي عباره لا 5000 هي عباره عن 50 ليره 60 65 ليره بالتاريخ ما قبل 2011 محزن جدا. انا يعني حابب اني اتمسخر على الحالي اكثر شيء 80 ليره تقريبا 80 انا سمعت $2 لانه بقيمه $2 يعني قديمة. $2 الا $2 الا $2 الا شوي على ايام ال50 يعني على 45 يعني عرفت شلون. فانت يعني هلا هيك يعني اذا سندويشة الفلافل ب500 ليره يا زلمه والله العظيم هديك اليوم سعد وحده صديقتنا بتحكي لنا نازله مشتهي الراحه بقشطه ويعني معها انه شوي ندفع عرفت كيف 7500 حق الرحاية بقشطه الوحده رقم مفزع يا زلمه رقم مفزع. سالت واحد بالشام كنت عم بحكي معه بالشام قلت له انه هلا صار في 5000 يعني انه شو فرقت معكم؟ قال لي شو يعني بتفرق؟ قال لي المليون كان 1000 ورقه صار 200 ورقه هي يعني انه الرزمه صارت انحف بس هذا بدفع نفس الشيء يعني اللي بتعرف شو الشغله اللي كلياتنا هلا بدها تكون اكسايتد في اكسايتمنت هلا انه امتى بدنا نلزق اول 5000 لا هي قديمه كبه يمكن ما يعني انا لهلا بتذكر ابي بالمحل يقعد يعني انا ابي كل يوم عنده كان شيء 10 دقائق ربع ساعه بيجي بيفتح الدرج الكاش بيفتح الصندوق بيطلع المصاري العتيقه وبيقعد بيلزق. ابي كان يقعد يلزق يقضي شيء 10 دقائق كل يوم عم يلزق. هي ما بتنصرف غير بالكازيه تماما هي ما بتروح الا بالكازيه. فقال لي والله الاكسايتمنت الوحيده الصراحه انه يعني امتى بدنا نلزق اول 5000 بس ما في يعني شو بده يفرق معنا يعني عدم مؤاخذه. هلا بس انا ما انتبهت هي عليها صوره حدا من السلاله لا. عليها لانه يعني برافو عليهم صورة يعني صورة الجندي العربي السوري المقاتل البطل اللي هزم الأعداء لأنه مجهول مجهول ببلاش. لا مجهول تماما. لا بعدين عدم مؤاخذه اذا بدهم هلا ما صفي هلا يعني من الجمع ان يكون كلهم حطوا صورهم ما شاء الله فما صفي عندك عدم المؤاخذه اذا بدك تحط صوره هلا بتكون عم تتنبأ بالمستقبل في يعني فما بقى تعرف بعدين ما حلوه انت تربط صورتك مع العمله الخربانه عرفت شلون يعني انت بتحطها ايام ال1000 مثلا بعزه انه نزلت ال1000 وصوره البريزيدون شو بتقول ايه ها شيء يعني شلون في مصاري في رخاء في راحه. اما هلا على 5000 وينك يعني في رخاء عليهم وعلى العمله رخايا عليهم عيشه.
ايه والله 5000 يعني كثير حديث حادثه. بس هلا وينك استاذ؟ عم تتشوبش ال 5000 بالكازينوهات بالهذا يعني. هي اريح هلا صبايا بالكازينوهات قال انه ايه يعني شكرا لانه تعبنا ونحن قاعدين عم عرفت شلون هيك وحده الميتينات عرفت كيف؟ خلص ايه لم بقى على خمسينات وتزبطوا لي خمسينات خلصنا بقى يعني عرفت شلون 5000 وطلع معلم بالخمس هلا على كل على الاغلب بيعملوا لعبه مونوبولي ويستخدموا فيها العمله القديمه عن جد 50 25 كذا هذول لانه خلص ورق صار هذا ال 25 اللي كان عليها صوره صلاح الدين عليها رسمه صلاح الدين صح. 25 قديمه وين القديمه هي ما عاد والعشرة كان عليه راقصة السماح والليرة إذا بتتذكر الليرة كان عليها العامل النشيط اللي ربحان تبع النسيج جمع ليرات أنا وصغير هي فعلا مثل ما قال أرتين بيروخ بنيخ بضل خرا راحوا العامل النشيط وراقصة السماح وصلاح الدين اجانا حافظ خرا صفي عمك بشار والجندي المفلوج. كان في عنا وحده كمان يمكن كانت ال 25 مدري ال 50 تبع آدار او هي تبع اله الحرب هيك اللي في حامل مثل رمح وكذا شيء له علاقه بال 50 القديمه ال 50 القديمه اعتقد وال500 كان عليها زنوبيا اظني اما لا مو زنوبيا شيء طربوش هيك الطربوش هي حدا القديمه ال 500 القديمه كان في وحده تبع الاله اللي عم ترضع آلهة صغيرة. هي كانت هون حاملة كان النية إغراء الشعب بالمصاري. ضحريشكن شو الذكوريين. مش تبشني ما لزك يقبرني أنا. على سيرة أستاذ على سيرة النسوية على الطريقة السورية. سمعتوا لي باللي صار بالمزة هديك النهار؟ بالمزة؟ ايه بنايات 14 هل في كأنه في حادث سير في ايه فهمت شغله بسيطه ما بنحكي فيها ايه الست انا بصراحه ما يعني بس لانه بنت لا الشرطه بخدمه الشعب والشرطه بتعرف انت يعني نحن هدول ملح الارض بين خدم الدوله يعني ببلادنا واقفين ناصبين هيك. بس قبل ما تقول ملح الارض مزبوط بس هن عدم مؤاخذه حسب. هلا اذا كان ابو عصايه شرطي ابو عصايه هذا عن جد ملح الارض بس ابو موتور لا ايه لا بس مثلا بس لا تؤاخذني شرطي موتور اضرب اطراح بالخوذه والبوت اذا وقف قدامه عنصر جويه يعني مظبوط حقه فرنك فيعتبر كمان مع ذلك لا مو بس حقه فرنك يستوجب طرق الكف يعني يستوجب انه ياكل طياره بعدنا إيه هلا استاذ هلا الموضه الجديده مو طرق طيارات هلا الموضه الجديده بتطلع عليه بسيارتك الرانج تدعس حلو وقفوا لها قال هو الشرطي الهمام قال لك انه هاي وحده بين قوسين وسكراني مبين عليها وانه رانج روفر ما رانج روفر شو يعني انا شرطي دراجه وقف الدراجه تبعته بنص الطريق قال لك خلاص هلا رح توقف دعسته هو ودراجته انا يعني انا ولا فرقت معه. انا وديت ريت بالخبر انه ما ادري مين إلين سكاف زوجة هانيبال القذافي فانا عم اقول انه شلون هانيبال وقذافي وسكاف منين هدول ملتمين على بعض وشلون واحده لبنانيه واحده طلعت التركيبه مركبه لهم قصه بالزمانات ما بعرف اذا بتتذكر لهم قصتين كتير مشهورين بالالفينات قبل الثورات العربيه قبل الربيع العربي بال2008 رايحين على سويسرا وضاربين جارسون مظبوط هاي القصه حكى فيها وانحبسوا وطلعوا بعض ما دفعوا الغرامه وحملوا حمالهم وراحوا على ليبيا. شي صاروا بليبيا استاذ فجأة في مهندسين سويسريين عم يشتغلوا بمشروع بليبيا انحبسوا وما طلعوا القذافي. العين بالعين نبوخذ نصر شغال تمام يعني اذا هن مثلا دفعوا غرامه 10,000 مثلا فرنك سويسري او 100,000 فرنك سويسري او وات ايفر حط فوقهم صفر ودفعهم اياهم. شو القصه الثانيه؟ والشغله الثانيه ضاربين الخادمه تبعهم هي الين سكاف ضاربه الخادمه تبعها ويمكن قاتلتها يا يعني فالجتها عرفت كيف؟ فيعني هي لها تاريخ كتير لطيف. أنا حاسس صراحة في سكسيزم بالموضوع. أيوة. لو كانت شاب ما كان حدا حكى بالموضوع كله
وما كانت اجت وندعس شرطي وسياره دعسته بس لانه بنت معلم، بس لانه بنت، انه لا ما بصير بنت تدعس شرطي يا اخي، ما بصير هذا الحكي. نحن دوله صرنا حضاريه علمانيه، اي حدا بيدعس اي حدا يا اخي، ما بصير انت توقف انه لا هي بنت ولبنانيه كمان تبعص اكثر. عرفت شلون؟ انه لبنانيه عم تدعس عنا، لا ومسكينه لاجئه داخله على عرضنا، يعني نحن على سوريا لاجئه هي بس لاجئه سياسيه يا زلمه، لاجئه سياسيه يعني ارقى هيك. انت بس انتبهت لي لاجئه وين؟ بسوريا لبنانيه معمل اللاجئين. بدنا عن جد نياله. انا خفت انا خفت يوصل خبر لشيء مثلا لميركل، لشي واحد من هدول يقول طالب فيها هلا انه عم تعطوا لجوء، عم تحوا لاجئين. في لسه الدنيا فيها خير يا معلم. على شي حدا بتعرف شو ابو عمير، شي حدا يخبره لكيفورك المسيان. انا كنت حابب اعرف، انا ما فهمت النكته بس راح اضحك لانه شكلها حلوه كانت. لا انا بقول لك كيفورك المسيان هو لاجئ سوري بالبانيا، كان لاجئ سوري، كان لاجئ سوري والله، لجأوا ضريب ان شاء الله. المهم كيفورك المسيان معلم اخذ طلب هاللجوء والاقامه تبعه، وراح اخونا توظف بالحزب اليميني الالباني متطرف تبع ضد اللاجئين. ايوه، وصار يروج ضد اللاجئين. بعدين زاد الموضوع، جاب عالم اللي هن من النواب تبع هذا الحزب، لفهم هيك، اخذهم عمل لهم تور بسوريا، اخذهم على سوريا وزاروا. هو لاجئ ايه، عم اجوا بقى. هو شو مفكر انه مثل مثلا بالشام انت على سيارتك، ربي عباد على سيارتك بتلزق صورة هكذا تنظر الأسود، عرفت شو؟ بتمروا على إنه فهو قال لحاله أخي خلص طالما أخذنا الشباب، أنا صرت من هذا معقول لك شو لعنته تعال أنت شلون عم بتقول إنه سوريا وعم بتقول لازم يرجعوا اللاجئين؟ أول شيء هي طلب لجوءك، خذ اسمك طالما هون صرت بسوريا خليك نحن راجعين. حزين شو استاذ، هلا بيصير بيقدر يطلع معها لقالين خلاف ويدلها شو معنات اللجوء والامن. معاناه هلا بيحكوا. انا كنت حابب اعرف شو راي نضال احمديه بانه في لاجئه لبنانيه بسوريا. فعلا عن جد. شو رايك انت؟ انه دريتي انه طلع في منكم عنا؟ عرفت شلون؟ وبس ما بتوصل، هي المشكله انه ما بتوصل بيتزا، ما بتعمل ديليفري لانه بسعود في لاجئ تواخذني بالسمنه، وفي لاجئ بالزيت، يعني عرفت كيف؟ هي لاجئه مستمنه، هي لاجئه مرتبه ظريفه لبنانيه جايبه حضاره وفينيقيه وبدها فينيقيه. يا اخي انا بس فينيقي وفينيقك وهيك فينيقنا كلنا. معلم المزعج بالموضوع انه هدول ناس مثل نضال احمديه ومثل ألين سكاف ومثل غيرهم وغيراتهم من المعلقين والمعلقين واللي بيطلعوا واللي بيبعبعوا، بيسيئوا اول ما بيسيئوا للبنانيين انفسهم. في لبنانيين خير الله نحن بنعرفهم بشكل فردي وبنعرفهم بشكل جماعي وظاهرين وكذا والى اخره، ما لهم من هالطينه ومن هالعجينه. اخي فيك تكون عندك موقف ضدي، فيك يكون عندك موقف مع النظام، بس ممكن تكون مع النظام وما تكون هالقد مبهدل وهالقد مشرشح وهالقد مسف. وإذا بتلاحظ ما بينترك الساحة الإعلامية، الإعلام والإعلام البديل الموازي اللي هو السوشيال ميديا، بهيك بلاد تافهة بدها تتدخل فيك إذا بتتنفس، بينترك المجال الفضاء العام لهيك ناس لتطلع تبعبع وترسل رسالتها السفيهة هاي. ليش؟ لحتى يظهروا للعالم انه شفتوا لما بتنتركوا انتم مين بيطلع، شفتوا المنطق تبعكم، شفتوا قديش كنتوا انتم سافلين وبتحكوا بعنصريه وكذا والى اخره، بدكم مين يربيكم؟ مين اللي بده يربيكم؟ واحد انا. بعدين هي الظاهره مثل يعني مو هيدن شولدرز 2 بواحد، هيدن شولدرز 100 بواحد لك، لانه كمان هن الفكره كلياتها انه اللي هي العالم يعني يلا التهوا سبسبوا بعض واحكوا على بعض، ونحن السوريين ما بيشرفون انه واللبنانيين ما بيشرفون، لكن كلهم خير انتوا اثنين خلاص حاجه على ذنب الباس يعني حاجه بقى تماما. كنت بزماني بسنه 2003 اشتغلت بمدرسه، كان واحد من الاساتذه رفيقي كان يقول لي
اشتغل فتره بلبنان، فانا اقول له انه شلون شفت الفرق ما بين يعني معامله الشعب السوري ومعامله الشعب اللبناني. قام قال لي معلم سوريا ولبنان خريه وقاسمها دولاب بسكليت. ايه والله قال لي نفس مظبوط. الخرا، نحن الشعبين مثل بعض مشبه بعض، عنا نفس الخرا، عنا نفس الشغلات المنيحه وعنا نفس الشغلات السيئه، بس مشكلتنا يعني همنا بقومتنا وبقعدتنا وكل ما دق الكوز بالشر بدنا نتعنطز على بعض، بس اي شغلتنا. هلا هي بس ضيعتين بصراحه الحقيقه، برافو هي عليك. ضيعتين. ضيعتين كل وحده تبع، بتعرف هي تبع نسيت شو اسمها، تبع دريد لحام اللي بيصيروا الضيعتين بيتخانقوا انه نحن احسن، نحن احلى، ونحن احسن، ونحن احلى، وانتم اثنين يعني قاعدين يعني ضيعتين ضايعين. ايوه وضايعين عن جد. فحاجه بقى تتمنفخوا على بعض. بس معلش يتمنفخ اخي ابو سعود. يعني كيف اللبناني فينيقي والسوري انه من وين، يعني من وين لكن اذا انتم فينيقيين مثلا فينيقك فينيقك رفيقك ليك وشنبك، يعني انه بس هن الفينيقيين يعني تركوا فينيشيا كلها، كانت فينيشيا راحت بس هي بلبنان يعني، والساحل السوري كله هذا اسمه فكري يعني. لا بعدين يعني حتى اللبناني ابو سعود، حتى اللبناني اللبناني الشيعي مو فينيقي. ما مثلا ايه هذا بتيجي هذا فينيقي شيعي بيجي، هذا مذهب من الفينيقيين. بس نحن شاورتنا اطيب، نحن شاورتنا. انا ليك شغلي، انا اللي واضح من هي احمديه، واللي طول عمرها هي تستخدم هذا الاسلوب، يعني اسلوب انه انا هلا ما حدا عم يحكي عني، هدول العالم الديفا بيقولوا لهم، عرفت شلون، اللي بس بدهم الامور اي شيء ان شاء الله حب عني، ان شاء الله الظهور. بالعاطل بالخرا، شو بس المهم ضلني انا بالسنتر، ضلني انا المحور الحديث. مزبوط. فهدول مستعدين يموتوا بس مشان حدا يحكي عنهم ويجوا يحضروا الجنازه، عرفت شلون؟ انه يعني مثل هذا اللي بيقول لك انه والله صار معي سرطان، انه مستعد يبلي حاله بالسرطان بس مشان بس حتى يعمل لا الحمد لله على السلامه خير. فهي راحت انه شو هلا انا احسن شيء مثل ما عادي كمل مسيره العنصريه ضد السوريين وبنفتح الباب، وهذا اللي صار. يعني العالم عم تحكي عنه، سمعت شو عم تحكي، سمعت بس تجاهلوا لهدول العالم وكبهم ولا تعطيهم قيمه ولا تحكي فيهم، بيموتوا. ما هي هون المشكله سعد. عود ايه عدنان يعني عدنان شلون انه بس إنه لما كان اول ما توفى حاتم علي، عرفت شو، انا صديقي انا حبيبي مسلسلات كلنا مع بعض ندري شو، بس هلا بقى خلصت وحاجه هلكتونا بحاتم علي، صار له اسبوعين ثلاثه ميت يا زلمه لسه حاجه خيو هذا واحد حيوان. لا انت ليك اعطيني بقى فيدباك. هلا المزعج بالموضوع سعد انه اللي بيعرفه لعدنان العوده، يعني اللي بيعرف عنه شيء او اللي بيعرفه شخصي، بيعرف بيقول لك انه هذا زلمه يعني ما بيعمل اي شيء الا تحت تاثير الكحول، والزلمه مخه شغل ايده وبيحكي شلون ما كان هو صعلوك. هو كان يعني يحكى عنه انه صعلوك، يعني صعلوك الفنانين هو ومجموعه من كيف عمار بيحكي اطشو لحش. عدنان العودة بيحكي أطشو لحش ليكون بينافسنا ولا؟ لا ما بعتقد. تخيل. لا لأنه الأطشو اللحش تبعه عن جد أطشو لحش عن جد. معمل الرجل الاسم الاسم برنامج هم الاسم أطشو لحش بس. لا بس هو فعلا شخص ما يعني بيحكي بشكل غير مسؤول، وبيحكي بشكل غير واعي، ومثل ما قلت عنده هذا الحب الهائل للظهور ولو على مزبله، يعني عرفت كيف بده يكون ديك سياح ولو على مزبله. المشكله هي انه نحن كناس بنحب نتداول هذا النمط من الحكي، بنلاقيه مسلي، بنلاقي فيه شيء نوع من انواع اللي بيغذي هيك، عرفت كيف غدد الزعبره تبعنا. بالدي ان اي بظن نحن مره قريت هيك شغله انه الانسان طور اللغه لحتى يعرف، يعني كمفهوم اللغه انت فيك تقول تاشر انه هون خطر، هون كذا، لا تروحوا لهون، يعني مو ضروري كانت اللغه يكون فيها التفاصيل من المعلومات والحكي والفسفسه، بس هو طورها جزء من انه مشان يعرف شو اخبار الاخر. عرفت شو؟ فهي النميمه نحن اللي من دائما هي رذيله النميمه، وما هي دي ان اي عنا. عرفت شو؟ هي موجوده لانه هي ضروره انسانيه وبشريه لحتى نتطور. يعني شوف ليش هيك عمل؟ شو عم سمعت قال ريحته بتقتل. بالفعل عدنان عودة معروف انه ريحته بتقتل. ما بعرف
لا انا عم حاكيك شخصيا يعني. اوكي. فيعني ايه اذا هو قول عمار. انا ما بعرف صراحه، بس انا يعني شيء بشيء يذكر. يعني انا امبارح كنت قاعد عم بتفرج على نتفليكس فاتح، شفت صورة وحدة قاعدة عم تحكي منظرها يعني برعب، فتذكرت اني انا شايف هاي الشخصية، بس انا ما بعرف هاي الشخصية من وين. طبعا طلعت صورة فران ليبوفيتس هي انتلكتشوال وساتيرست واوثر عظيمة، كاتبة امريكية. هي عايشة بنيويورك صار لها 50 سنة، هي اصلا مو من نيويورك بس anyways. فانا شو كنت عم اقول لما شفتها هيك بهالمنظر هيك، دغري اول شغله خطر ببالي انه هي المخلوقه ما لها حلوه، ما لها ضرب، ما لها مثلا مبين، ما مبين شو هي. اول شيء خطر ببالي انه في شيء مميز، لازم شوف، لازم اعرف. انا لما شفت الفيديو تبع شو اسمها احمديه، نضال احمديه، عن جد رجعت بالذاكره، تذكرت اول مره تعرفت على هاي الكاركتر يمكن من شيء 20 سنه، ما بعرف هيك شيء، انه كان دين حكى اسمه نضال احمديه. فانا عم شوف نضال احمديه يعني لا بتعرف تحكي، ولا حلوه، ولا مثقفه، ولا ضرب، ولا سكسي. طب انت شو عندك؟ عم تكتشف انه فعلا هي ما عندها غير هدول، هي ما عندها الا تعلق هذا العلات حتى تلفت نظر. وعدنان العودة هو نفس هذا عجين. ايوه نفس العجينه تبع اسمعوا لكم شوفوني، وهي هي بس بكل بساطه. فانا برايي يمكن لازم من هلا وطالع وقت اللي بتصير هيك قصه خلاص يمكن لا بقى عن جد، يمكن ما بقى نحكي فيه حتى ما عليها. ايوه ما حدا يحكي فيها، تركوهم بيموتوا بقهرهم انه هن ما قدروا. اكزاكتلي ايه عم يعملوا شو يعملوا بلبله، ما قدروا يعملوا كذا، بتلاقي خلص عن جد بس ما بنقدر. بس انت اذا يعني تصديق لكلام عمار سعد، في شيء مغوي عند البني ادمين بشكل عام، ونحن عندنا بالتحديد كشرق اوسطيين هي الشغله بزياده، مشاهده الكوارث. يعني في عندك سبب انه ليش الناس بتشوف مثلا البلوبرز تبع اللي بيعمل مثلا بيزحط مثلا او بيوقع بيطج على راسه مثل بيقولوا جاك آس مثلا، جاك آس اذا بتتذكر هي بزربخه وقعت تمام. نحن بنحب نشوف حدا عم يأذي نفسه او عم يعمل شغله غرائبيه او كذا الى اخره، بتصير فينا فضول. بس المشكله انه تكون فقط هي اللي سائده، هي مشكله كثير كبيره. انا يمكن تشبيهك رائع جدا، واسف على المقاطعه. يمكن نحن بنحب وهذا الدليل انه في زو دائما بتروح، دائما في حدائق حيوانات، نحن بنحب نشوف الحيوانات. عرفت شلون؟ بنحب نقول ليك الحيوان شو عمل، حدا بيعمل هيك. بس المشكله لما انت تروح على زو بس ما في قفص، الحيوان ماشي جنبك، عرفت شلون؟ وقاعد عم بيأذيك وعم بيأذي الثاني، فانت قاعد عم بتصوره وعم تقول ليك الحيوان وعم اكل واحد، لا ليك الحيوان طب انه المزعج انه هدول عم يتصرفوا بطريقه تشبه أسوأ ما عند الحيوانات، وهن بني ادمين ومكرمين بالعقل، فيعني كتير مفروض يكونوا افضل من هيك. بس هيك ايام بهيك مجتمعات تسودها هي القيم المنفلته، هدول الناس اللي بدها تظهر، هي الناس اللي بدها تطلع للاسف الشديد، المثقفين الكويسين المعقولين، تعرف شو مضحكين بطريقه منطقيه. ايه بس بتعرف شو جاب يعني عن جد هلا وقت اللي فكر بالموضوع انه نضال احمديه مو فقاعه طلعت هلا، وعدنان العوده والناس اللي بتشبهه هلا في امثله فيها العشرات والمئات والالاف من هدول الناس. اي ثينك مثل ما حكى سعد تماما انه في هي الحاجه للانسان اللي ماله طعمه، العلاك السئيل يلي بيبس هدول يعني بيدغدغ هذا الجنب الكتير مريض عند الانسان. يعني مثلا نحن ما صرنا يعني كم يوم خالصين من ترامب، يعني ترامب مو هيك، ترامب حقير، بولي، زباله، تافه، شغلته بس يطلع تبولي بيبل وتبسخر على هذا وتبسخر بزمانه على المعاق، وحكى على هيك. برافو عليك. الفرق صديقي هو انه بامريكا اليوم واحدة من الشغلات اللي بتورجيك على انه هو انتبه،
مو لازم نطلب من انفسنا ولا من مجتمعاتنا برأيي انه يكون ما في هيك ناس، او انه هيك ناس ما يطلعوا على الاعلام. مش فينا نطلبه من انفسنا ومن مجتمعاتنا انه ما يكونوا هن هدول الوحيدين اللي متاح امامهم الاعلام او يطلعوا بالفضاء العام او تدومينيت انه يهيمنوا عليه. هدول ظاهره موجوده. stop making stupid people famous. Exactly. only stupid people famous. المشكله هي انه اليوم هي الساحه متاحه بس للعلاق ومتاحه بس للي لا وبيجي قال فيه والوقح. تمام. سعد في ناس اجت لعنا انا واخي عمار تقلنا انه انتم يا زلمه يعني بس لو هذا انه مسبات وكذا والى اخره، انه هلا يعني يا طيازي تاركين نضالات احمديات الارض. نحن ما عم نقارن انفسنا فيهم، بس نحن بالفضاء العام وهدول بالفضاء العام. هدول معليش او ما عندك مشكله معهم او ما بتحكي فيهم نهائيا، بس بتجي لإلي لاني انا قلت طيز بدك تحاكمني يعني. لانه عم تقولها بالعربي، هن اذا ما عم بيحكوها بالعربي مو مشكله. عم تحكيها يعني بلغته. بزائت اللغه مقابل طريقه بزائت المضمون. يعني انت عم تحكي. برافو عليك. هي المشكله يعني هي نحن سطحيين خيو، البشر سطحيين يعني ما في. فهو بيروح بيقول لك حبيت بس ليش هيك حكيت هي الكلمه، بغض النظر عن المضمون اللي كتير قوي انت عم تحكي فيه، بس هي الاذني الكلمه ضربت لي على اذني انا، لانه انا بالثقافه تبعي هي طب لا يا زلمه خليك اعمق من هيك شوي. ما انت لما بدك قاعد بالبيت بتقعد انت ومرتك ولا انت رفيقك العزيز، بتقعد بتسب وبتحط المقالي وبتقعد بقى بتلعن البشريه، بس لتسمع حدا ثاني تقول لا ما بيصير هيك، هي قله ادب. ايه لا مو هي قله الادب، عيوبي لا اراها، عيوبي لا اراها وعيوب غيري يفتش وراها. وعنا مشكله اكبر من هيك. انا هلا بتذكر لما صورت السبيشال تبعي ب 2018 باخرها، كان معنا على بنفس اليوم كوميدي سنترال جمعت 6 كوميديانز، صورتنا كلياتنا ورا بعض. طلع قبل مني وبعدي كوميديانز عرب بس انهم عايشين بامريكا، فالست تبعهم كانت بالانجليزي، فهدول الناس كانوا عم يطلعوا عم يقولوا شت وبيفكفكوا قد ما بدهم، ما خلوا شيء، والعالم قاعده روا ما حدا حكى ولا كلمه. طلعت انا كوميديان عربي، طلعت حكيت كلمتين. انا لهلا ما بنساها. في عندي بيت انا بعملها هي عن المراهقه. بنص البيت تبع المراهقه قام واحد هو ومرته وبنتين، بناته مو حاطين مصاصه بيتمون، يعني بنات صغار، بناته كبار يعني فوق 20 فوق 25 سنه، عرفت كيف؟ حرد طلع حمل حاله وطلع لبرا اثناء تصوير سبيشل. يعني هذا الانسان معزوم بلاش ليحضر تصوير لكوميدي سنترال، قايلين على الباب مع ديسكليمر انه هذا كوميدي بجوز تسمع كذا بجوز تسمع كذا، استعد وكذا هيك، وتقبل من الاجنبي. بس لما انا طلعت حكيت هي الكلمه بالعربي ما قبلها. طيب هذا الانفصام شو اسمه؟ هذا اقول لك شو، هذا نفس رح اقول لك شو، انا هذا بحني اللي عم تحكي عنه، لانه هذا نفسه اللي نحن لما بتشوف جينيفر لوبيز او مثل ما بنقول طبعا بالوسط جي لو ولا كاردي بي بالوسط نحن النجوم صوف الصوف. فلما بتشوفها قاعده لابسه ولا شيء وعم تهز وترقص بالكليب عادي بتتقبل منها لانه اجنبيه هيك ثقافتها، اما ما انا زعلانه منها. اما شوف اي فنانه عربيه بغض النظر عن المستوى الفني تبعها عم تعمل اي شيء له علاقه بانه اغراء ولا مدري شو، لا كان لانه هي لو ما أنا هي هيك كانت ما هيك، لانه في اسقاط له علاقه بانه مين مربيك انت. ايوه انت وين متربي ولا عرفت؟ هي علاقه سلطه، هذول الاجانب هن اصلا كفره سعود. هي علاقه سلطه، اوريدي زباله العالم. هي علاقة سلطة. انت بتمارس سلطتك على محيطك. اخي هدول اجانب انا بستمتع فيهم على حسابهم، هي عم تسلط قدامي، هذا انا كرجل شرقي حلال على ربي. اما نسواني بين قوسين ملك يميني يعملوا نفس الشيء، بس هذا معناه يعني نسوان العالم انت غيران على نسوان قبائل ثانيه. انتبه، هدول قبيلتي انا، بجمل بوسع قبيلتي وقت اللي بدي وبدقيقه. القبيله العربيه صرنا هلا طالما عم تحكي عربي وبين قوسين مسلمي معناها من تبعنا من ربعنا. وقت اللي بدي أنا بمد القبيلة تبعتي وبمد سلطتي الأسرية عليها، وإنه أنت ما بيصير تعملي. جينيفر لوبيز حلال حرام أنت
بعدين نحن عندنا بتعملي لي اياه الي بالخصوصي، بس ما بتعملي قدام الاخرين لانه بيعلموا علي منطق عشائري وذكوري خرائي. بس انا اسف، بس اسمحوا لي بس وجه تحيه لجي لو، وبتمنى تكون عم تسمعنا وما تتضايق من الحكي انه اخذناها مثال. يعني ام الجوج سعد بيسلم عليك. انا بعتقد انه نحن عندنا، وهي هالبشر كلهم عندهم اياها، بس نحن بالمنطقه تبعنا عندنا اياها زياده، لانه مو بس واقعنا خرا، ونحن كمان نفوسنا كتير فيها خرا، لانه ما وعينا. نحن عندنا رغبه لدائما نظهر انه يا الله شو فهم وشو نضاف وشو طوباويين وشو طهوريين وشو ما بعرف، يعني دائما بكل شغله. انت حكيت هاي القصه، هذا نفسه اللي قاعد عم يحكي وعم يقول هذا المشوف فتح موبايله 6000 مقطع سكس. يعني انا على فكره انا مالي، انا مع يعني مو ضد مقاطع، يعني ايه تفرج على مقاطع سكس على فكره، اعمل بدك ما في مشكله، بس خليك متسق مع نفسك، بس لا تعلق شو بدك بالعالم خلاص. انا ليك شغله، انا بس بدي بس بدايه لما كنت عم تحكي انه يا جماعه وعملوا لنا سبسكرايب ومدري شو، انا برايي طالما انتم عم تشتغلوا على محتوى هي الماده البصريه حتى والسمعيه، كثير مهم انت تسوق بالمكان الصح. يوتيوب للمثقفين ماشي، انستا للعالم اللي بدها تشوف صور بس على السريع وفيديو دقيقه، عرفت شو، دقيقتين هيك 3 دقائق اذا عملت لي انستا تي في بدي شو. اما هلا انت مكانك هيك للنكته وكذا، مكانك هو التيك توك. خيو التيك توك نصيحه، انا تيك توك جديد فيني اقول، صار لي شهر على التيك توك، وبالفعل يعني مشاهدات بتفش القلب، عرفت شلون، تحس انه يعني يحرق اخته. فيديو نفسه صار له 10 سنين 10 سنين صار حاطه على اليوتيوب معلم، مو اخذ 500 مشاهده ولا 1000. انت هون بشهر صار اخذ 100,000 ما شاء الله 100,000 مشاهده. ما شاء فشو الله. اللي بدي اقول لك اياه، انه انت اللي بضايقك اخر شيء انه بيجي واحد بيصير بينظر علي على التيك توك، اللي هو ما بعرف اذا شايف تيك توك يعني فيه كميه سكس وكميه دعاره شيء يعني كبير، عرفت شلون؟ يعني لا تقول لي انه انت جاي تاخذ ثقافتك من التيك توك يعني، وسخف بالمحتوى، سخف بالمحتوى يعني ما في شيء. ما هي دقيقه يعني، انت انه محتوى بدك تعطيه بدقيقه يعني، عرفت شلون؟ فانت بتروح بتلاقي عالم قاعده بتنظر عليك وبيحصيروا بيحكوا لنا شو اسمه من القرآن، بيحطوا لي شغله وما بيصير انت تحكي طلع انه عن جد انت يعني على التيك توك قاعد عم تعمل داعيه، يعني انه منطق. انت شايف وين يعني واحد رايح على الخماره ولا على شو اسمها هي بيت دعاره، لا يا جماعه الاورجي ما بيصير هيك، ما بيصير اورجي مو هيك واحد يا اختها، بس مو هيك يا اختها. فهيك خيو هذا this is who we are. يا سيدي يعني شو بدنا نعمل؟ دع الخلق للخالق، دع الخلق للخالق. كأنه في تغييرات، في شيء هيك عم يغلي تحت شو، في جمر تحت الرماد، في شيء تغييرات عم تصير بواشنطن دي سي. والله يا معلم الوضع اليوم كل ما عم تتفرفد هلا إدارة بايدن وتبين. في عندك بما يتعلق فينا نحن عفوا بلدان الشرق الأوسط الحزينة، في عندك 3 شخصيات أو 4 اللي هن كتير مهمين. هلا عم بيجري تباعا تعيين يعني الموافقة على التعيينات اللي اقترحها بايدن. قصدك تعييناته الوزاريه، الكابينت، تعييناته الوزاريه. تمام. هلا في تعيينات لها علاقه بستاف البيت الابيض اللي هو بيحق له يعملها، ما بيحق للمجلس الشيوخي يتدخل فيها، وفي تعيينات الوزاريه هي بيحق للمجلس الشيوخي يتدخل فيها. بالنسبه يعني للتعيينات اللي كعبول هدول هيك يعني هدول الشباب يعني الشباب جيك ساليفان مدير مؤسسة الأمن القومي الناشونال سيكيورتي ادفايزر، اللي هو المستشار شؤون الأمن القومي بالبيت الأبيض، تعين من قبل بايدن وما دخل مجلس الشيوخ فيه. هلا أنتوني بلينكن مرشحه لوزارة الخارجية، تمت موافقة، تم تعيينه، وافق. تمام. ويندي ساليفان اللي هي نائبة وزير الخارجية لسه بانتظار الموافقة. و شيرمان ويليام ويندي شيرمان، انا ساليفان جيك ساليفان. وويليام بيرنز اللي هو مرشحه للسي اي اي.
ويليام بيرنز وين كان قبل؟ ويليام بيرنز كان من قبل بالوزارة الخارجية، كان بوزارة الخارجية وكان يعني ما كان بمراسم القصر. لا بالله ما كان. لا بالله شو بيقربوا لبيرنز اللي كان مرشح الديمقراطي؟ والله أفيك تحدي. في قربي معين نفسه والله أفيك تحدي. ما في ما بعد. الله يوفقكم. بقى ويليام بيرنز هلا هدول الأربع أشخاص المسؤولين عمليا عن إدارة بطريقة ما معينة لملفات الشؤون الخارجية، وبما يتعلق فينا ببلادنا موضوع الصراع العربي الإسرائيلي أو ما كان يسمى الصراع العربي الإسرائيلي، إيران ووجودها ودورها بالمنطقة، وبالتالي نحن بسوريا شو وضعنا. بدنا كثير ننتبه لكثير شغلات، يعني مؤشرات مهمة على السطح بتعطي انطباعات معينة، اللي هي عنا ويليام بيرنز وجيك سوليفان وويندي شيرمان. هدول الثلاثي المرح كانوا من الناس المتعاطين مع ملف المفاوضات النووية مع إيران بين 2013 و2015. ويليام بيرنز وجيك سوليفان كانوا ينطوا، كانوا بأعضاء بإدارة أوباما، وكانوا يقفزوا على عمان ويلتقوا سرا مع الإيرانية، وهن اللي مهدوا للتفاوض العلني. ويندي شيرمان كانت كمان جزء من هذا التعاطي، ولكن كانت هي كمان الوجه العلني للمفاوضات بفيينا، أظن فيينا وأكيد بجنيف. هلأ بالنسبة لبلينكن كمان من أنصار إعادة الاتفاقية النووية، بس هو ما كان من الناس اللي مباشرة على تماس فيها، على الأقل على العلن يعني. الأربعة رأيهم أنه لازم تعود الاتفاقية النووية، لأنه وجود الاتفاقية النووية أفضل من عدمه. بس أنا حسيت بلينكن كأنه موقفه من إيران صارم وما عم اقول انه ما بده يرجع للاتفاقيه، بس بتحس انه هو موقفه صارم، وكمان غير انه موقفه صارم من ايران، انا بعتقد انه هو من الناس اللي كانوا عم بيقولوا الاخطاء اللي صارت بوقت اداره اوباما بمنطقه الشرق الاوسط ما لازم تتكرر. انا سمعت له تصريح عم بيقول هلا في عده شغلات بدنا نقولها، بدي اسمع رايكم فيها بعد شوي. بس اللي كتير مهم هو انه طاقم هي السياسة الخارجية وطاقم سياسي خارجية تقليدية أمريكية. يعني السياسة الخارجية أثناء عهد ترامب واحدة من مزاياها عيوبها الكبرى هي انه ترامب كان عامل كيف بدي اقول لك، عامل أمريكا وسياستها الخارجية بالشرق الأوسط مثل شركة هيردز رنت كار. صح، مين بيدفع أكثر بياخد السيارة. فنحن أخي أنتوا السعودية بتدفعوا، نحن بنعمل كل اللي بدكم. شو بدكم؟ نحن نخرع على إيران، بنخرع على إيران. عرفت كيف؟ ما في سياسة خارجية أمريكية بهذا المعنى التي تنظر إلى بعيد. هذا الطاقم بيقول لك لا، مصلحة أمريكا أولا. مصلحة أمريكا هي بتخفيف التوترات وباحتواء إيران. نفس السياسة تبع ترامب، نفس السياسة تبع أوباما، نفس السياسة تبع كل هذا. احتواء إيران ضرورة. كيف احتواء إيران؟ هون الاختلاف. بايدن أكيد مو من أنصار إنه احتواء إيران بكل ثمن، يعني احتواء التهديد النووي ويخلي إيران تتمردح بالإقليم. لا، يجب ضبط إيران بالإقليم ويجب الحصول على تنازل نووي. هلا ترامب سلحه بمجموعة من أوراق الضغط اللي هو بده يضل مستمر، بس بده يدندل مثل ما قلنا هذيك المرة الجزرة قدام الإيران آخر العصاية. تمام. فهدول الأشخاص يبدو بالنسبة للناظر الساذج بيقول لك إنه هدول جماعة إيران، يعني آية الله، مثل عمك علي فرزات آية الله بايدن وهالعلاقة. يعني علي فرزات على تكة رح يسمي جوزيف بايدن يوسف بيضون خلاص، يعني يمكن سماه ما بنعرف. وبيطلع له وراء كاملة، ايوه، وبيرسمه بيعمل له وراء، بيطلع له شو بيقول له هذا اخراج قيد من حاره الجوره خالص يعني من السواقه او مدري. المهم يعني هذا شغله. والشغله الثانيه هي انه انت اليوم الديناميكيات اللي موجوده بالمنطقه، يعني عندك انت الاطراف اللي عم تلعب بالمنطقه كل اليوم بدها ترجع تضبط ايقاع حركتها على سياسه هدول الجماعه.
تمام. تركيا اليوم بدها ترجع تحسب حساباتها، وإيران بدها ترجع تحسب حساباتها، والسعودية بدها ترجع تحسب حساباتها. من الواضح إنه حملة الضغط الأقصى على إيران مستمرة، ولكن الطريقة اللي كانت عاجبة للسعودية اللي هي ضغط 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 بس لحتى نكسرهم، أو يقولوا مشان الله اللي بدكم إياه بنعمله، هاي راح زمانها ما راح يمشي الحال. اصلا وقفوا عقود الاسلحه، يعني توريد الاسلحه حطوه اون هولد للسعوديه والامارات. السعوديه والامارات تمام. فيعني اليوم في تغييرات بهذا المعنى، بده يصير في نوع من انواع التوائم مع الادابتيشن للسياسات بالمنطقه. بدك تشوف مجموعه من التغيرات المهمه المقبله اللي لها علاقه بملفات مهمه ومزمنه، مثل موضوع العراق، وجود ايران فيه، كيف وجود ايران فيه. يعني ما عندهم اي شك بانه الوجود الايراني ومصلحه ايران بالعراق مقبوله بالنسبه لهم. هلا السعوديه ما بدها مثلا، بس امريكا ما عندها مشكله تتقاسم العراق بطريقه ما معينه، بس كيف التقاسم؟ انتم انفلتوا هذيك الفتره، انتم ما عدتوا لازم تنفلتوا، لازم نضبط المواضيع. بسوريا لازم ننزل وجودكم لأدنى درجه ممكنه، او حتى نطلعكم من سوريا. يعني ما عاد وجود ايران بالمنطقه هو البديل عن، يعني هو بتاخذوا مننا النووي بتتركونا، لا، بدنا ناخذ منكم النووي وبدكم تنزلوا لنا وجودكم بالاقليم. طبعا ايران عم تحاول ترفيس، بس قدراتها على الترفيس نزلت، والاسلحه الامريكيه بين قوسين ضغطا ويعني عرف كيف وضعها كمان الاقتصادي على ما اظن، ما يعني وضعها الاقتصادي والمجتمعي يعني كمان عم يتدهور، عايفه حالها نتيجه لسوء، يعني سوء ادارتهم المزمن طبعا، واجت العقوبات وعملت له الطرق، يعني عملت العصة الأخيرة اللي جابتهم بالأراضي. مظبوط عم تحكي. هو واحدة من المصروف اللي يعني المبالغ اللي بتصرفها إيران كل سنة على تمويل العمليات الخارجية. هلا ليش قاسم سليماني كان شخصية مهمة كتير؟ لأنه قاسم سليماني كان هو مسؤول الأكبر بالحرس الثوري الإيراني للعمليات الخارجية، فهو مسؤول عن ملف سوريا، العراق، لبنان. هيك بلش، دير بالك، هيك إيه؟ بلش قفل، صار هو عمليا تاني أهم شخصية بعد خامنئي، صانع السياسة الخارجية الإيرانية. تماما. هو هذا لأنه كمان هزنون بالفعل يعني بالحركة، يعني باغتياله. يعني انه دائما بسمع انه اوكي وشخصيه مهم، بس يعني انه اوكي ما معبى يعني عالم شخصيات مهمه، يعني لا، هي عمليا رئيس وزراء، ضربه بنت كلب، وزراء لنقول ضربه للعمى. لانه هي الانظمه اصلا، يعني نحن كلياتنا بنعرف انه وزراء الخارجيه بهدول الانظمه يعني هو بس لحتى يطلع يعلق، يعني هو بس لحتى يغسل وسخ شو لعوا العسكريين والدكتاتور الكبير جحش وحكى وعمل. فالسياسه الحقيقيه لايران مين اللي كاتبها؟ امنيه وعسكريه. السياسه الخارجيه اللي كانت لسوريا مين كانوا يرسموها؟ الضباط والعسكر وهدول. يعني انا مثلا فلشت بزمان لما قالوا انه علي دوبا انبعث على على كاب ديفيد وقت كلينتون، وقت ايام كلينتون، وقت اللي اجتمعوا كان علي دوبا موجود. ليش علي دوبا لازم يكون موجود؟ سيدي علي دوبا كان بزماناته بايام قصص الاخوان هو اللي طلع على المانيا وتقابل مع عصام العطار، وهو اللي طلع مرات عديده يعني يتقابل مع قاده الاخوان يعني. انا معك، بس هذا موضوع له جانب امني. بس الشغله كانت تفلجني انه في شيء هون، في جانب دبلوماسي. وزير خارجيه اخر شيء بيقعد وزير خارجيه بيرفع ورقه في عليها صوره شامير، شايفين على العالم كله بتصفق الله اكبر سوريا، الله بعبعه. هذا هو. فنرجع لعمو قاسم سليماني، كانت ضربه بنت 60 كلب وعموها مفجعه طبعا. فيعني في انت اليوم عندك اللي بده يشوف السياسه الامريكيه، هذا اللي بدي اقوله يعني اقتراحي هو انه بده يشوف السياسه الخارجيه الامريكيه بطريقه ابيض على اسود مسطحه 2 دايمنشنال. بيقول لك هدول جماعه ايران بالاداره الامريكيه. اما اللي بده يشوف السياسه الامريكيه بطريقه ثلاثيه الابعاد، بيعرف انه هذا طاقم يرى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة ما معينة، ولكن ينطلق من منطلق ما هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هي
السيطرة على موضوع الشرق الأوسط بحيث تنزل التوترات فيه لحتى يتفضوا هن للصين. الصين هي هدفهم الأول والثاني والثالث. روسيا طبعا وإذ كان يتمشى، لأن روسيا ما لها بأهمية الصين، لكن روسيا حتى شريكتهم ممكن تكون بضبط هالمنطقة. ما عندهم مشكلة يعطوها دور، ما عندهم مشكلة يرحلوا لها موضوع سوريا، وإذا قدروا كمان يكمشوا لبنان ليش لا؟ ما عندهم مشكلة، لأنه بيعرفوا إنه روسيا محتوات بلد غير قابل للتمدد والتوسع المخيف بالنسبة لهم اقتصادا هي الخوف اقتصادي أكثر على ما أظن يعني، لأنه بالنهاية يعني الصين عم تقضي عليهم اقتصاديا، وهذا هون الحرب الحقيقية أكثر من روسيا يعني. طبعا روسيا البعبع القديم، عرفت شلون؟ بس طبعا. مو هو الفعال مثل الصين يعني، لانه الحرب ما عادت الحروب عالميا ما عادت حرب تبع صاروخ كل شيء سلاح اليوم بالعالم هو عباره عن حجار على رقعه الشطرنج، يعني هو بس للضبط توازن القوى. ايوه تماما الضغط تماما. بس ابو سعود الحرب الحقيقيه اقتصاد يعني. بس ابو سعود اللي كنت اقول لك عليه، بس في نظره شائعه يعني انت هلا قلت اللي هي انه عم يقضوا عليهم اقتصاديا الصين. ابدا. اقرا الدراسات والمعلومات متوفره يعني بالاعلام وبرضه بالمصادر البحثيه الرصينه. اليوم الصين في ثغره بين الولايات المتحده في العالم وكل العالم، مو الصين وكل العالم، بكل اوجه النشاط الاقتصادي والسياسي والعسكري والامني والعلمي والكذا. هلا الثغره بين الصين وامريكا اعتبرها مثلا كانت 10 طوابق، هلا صاروا مثلا 7. بالنسبه لامريكا هدول ال7 كارثه، نحن بدناهم يرجعوا لل10 عم يلحقونا اليوم. تمام. فاليوم طبعا هلا عم بحكي بالعموم، هلا بمجالات معينه الصين مثلا almost about to catch up امريكا، بس بمجالات معينه. حتى هي المجالات عم يحاولوا يوسعوا الفارق بيناتهم. تمام. هلا بينجحوا فيها او ما بينجحوا شيء ثاني. اكيد انا ما عم ادعي انه امريكا يعني بيعملوا اللي بدهم اياه ما في حدا يقاومهم، بس عندهم اليوم وخصوصي هذا الطاقم مرة تانية وثالثة. يعني بلينكن واحدة من ميزاته إنه الأولوية الأولى بالنسبة له، ميزاته أو مزايا، خلينا نقول مميزاته يعني بمعنى إيجابي أو سلبي. يعني واحدة من صفاته الفنية والتعبوية. تمام. المزايا الفنية والتعبوية هي إنه الصين هي لبة السياسة الخارجية بالنسبة له، وكذلك الأمر ويليام بيرنز تبع CIA، وكذلك الأمر جيك ساليفان. متفق عندهم انه نحن نظرنا استراتيجيا هو الى الصين. فالفارق بيناتهم عم يضيق، بس مو عم يضيق لدرجة انه قضوا عليهم. هذا حكي شعبوية الاعلام هي جماعة فوكس نيوز. يعني انت بتحس معناتها انه معناتها انه الاتفاقية النووية الإيرانية رح ترجع، هيك بتحس؟ مو بحس. وهذا مو شيء خاضع لإحساس جمال، هذا المعلن انه نحن لازم نرجع، انه نحن سنفتح باب التفاوض. ولكن هلا هي لكن جماعة إيران بالمنطقة بيقولوا لك فتحوا باب التفاوض، خذوا يا سعودية، والسعودية بيقولوا لنا بدنا، عرف كيف؟ بس بنهاية المطاف لا هذا معه حق ولا هذا معه حق. إيران بنهاية يعني مصلحة أمريكا أولا يعني بري على ربك. والفكرة يعني هي فقط أنه رجعوا لشكل من أشكال السياسة التقليدية اللي هي ترامب كان جحش فيها، اللي هي بس بده يضرب، هدول عم يضرب ويعرض. هلا هي الحركة تبع يعني رغم مثلا هلا آخر شيء عملته إيران شو إنه هي زادت التخصيب، يعني زادت نسبة تخصيب اليورانيوم. الشيء اللي عملته أمريكا هلا مثلا كان ممكن أول شغلة بيقولوا إنه اسمع لنا هيك عم تعملوا إيه، ما في معلم، خليكم بلا اتفاقية بدنا نلعنتينكم. أول شغلة عملوها شو عملوا؟ لا، وقفوا حطوا on hold الاتفاقيات الأسلحة اللي مع السعودية ومع الإمارات، ونشوفوا ممكن نحن بندفع يعني عم بيرشوا أنبوز هون شوي، لا فهموا إنه نحن بدنا نعمل توازن، مو مثل هداك أخي اللي بالمنطقة جاي وعم فكر إنه هو بيجيب القوى الكبرى. يعني أنا وابن عمي بيجيب ابن عمه ليكسر روس الآخرين.
ابن عمه مو شايفه لا هو ولا الآخرين، ولا هو شغلته خناقة بحارة يمسك السعودية وينصر على الإيرانية، أو الإيرانية ينصرون على السعودية، أو الاثنين على الأتراك أو اليهود. بكرة ولا واحد منهم رح يكون راضي تمام الرضا، ولا واحد منهم رح يكون خاسر تمام الخسارة. فاللي أمثالنا نحن اللي له تار مع إيران ما رح يستداروا، واللي له تار مع العصملي ما رح يستد التار تبعه، واللي له تار مع الأسد كمان ما رح يستدوا. يعني رح يرشح حاله وحينجح، رح يرشح حاله. هلا ينجح يرشح وينجح، ايه هي اكيد، بس ما بنعرف. وهن بالمقابل اللطيف بالموضوع يا شريك انه سوريا اليوم الوضع فيها من السيولة بمكان انه ما سيصح اليوم ممكن لا يصح بكره. بعد جمعتين ما بتعرف بصير، ما حدا بيعرف. انت كسوري رح تكون راضي، لن تكون راضي. اذا عندك 10 مطالب يمكن يطلع لك 1 أو 2، لانه هن عم يعملوا هذا كلياته. اللي عمله بشار الاسد بسوريا هو انه طلع اوراق الحل من زمان، من 2012 طلع كل اوراق الحل من السوريين انفسهم. اول شيء حطها بايدين الاقليم، وبعدين طلعت لبرا. هلا اللي برا ما رح يعمل شيء كرمالك انت يا ابو احمد ضد المي، اللي قاعد اللي مستني يفتح محله او يجي تنكه البنزين تصير مدري شو، ولا 5000 ليره ترجع 5000 ليره تحكي. هذا ما بده يعمل لك، يعني انت مو فاضي لك منوبه. هلا اذا انت استفدت ما له زعلان، بس اذا ما استفدت كمان ما له زعلان. مو عم يعمل لك يا كرمال عيونك يعني، لانه مصلحته اولا. والله بس سريتني بالحكي. الحمد لله اكلنا خرا منيح. ايه لا معلم، وينك وصب صواني اذا بدك. بس لا يعني بالنهايه كان انتم عم تحكوا عن يعني عن خرا امريكي، يعني بضلوا احسن من الخرا المحلي. مستورد. انا دائما بشجع الصناعه الاجنبيه يا اخي، بحس انه يعني الاكل يعني عم بياكلوا بيو، بياكلوا شيء اظرف يعني. اخي مو بتعجبك جيلو، ما بتعجبك الين مدري شو اسمه. هلا رح نجيب لك، هلا رح نجيب لك حلول جيلو لا تشبع. على عيني، خلص قول الله انا جاهز. وانا بتذكر العالم اللي كانوا مثلا بالشام عم يحكوا انه اخي تعال قلنا اخي خلي الروس، بس ما بدنا ايرانيه، بس الروس معليش الروس احسن من الايرانيه. انه كل يعني هي عن جد اطرميزات كلها فيها خرا. ليش شغله هذا الحكي. مره كنت عم بعمل مسلسل عن الشام القديمه، ولما انه فاتوا البريطان كان لسه انت بالنهايه لا في راديو بالحارات القديمه بالشام، يعني لا عالم فقيره وتعبانه، لا في راديو لا في كذا. سمعوا انه فات الاحتلال البريطاني ماشي، قام العالم انبسطت كثير، لانه الاحتلال البريطاني بيجي تعرف هيك لابسين وقبها وكذا مهندسين ومهندسين. قال لك انه الاحتلال البريطاني ايه حلو يا اخي، اذا هيك احسن من العثمانيين. عرفت شلون؟ بعدين لما اجى الفرنسي طلع انه لا، بعد سايكس بيكو لا خيو فرنسا هي راح تمسك، انتم بريطانيا طلعت. العالم انه لا يا اخي بدنا بريطانيا نحن، ليش هيك راحت؟ بالنهايه نحن قاعدين يعني اكلين خرا وعم نقول طب في عندكم يعني خرا مع كريمه فوق هيك وحبه يعني. عرفت شلون؟ يعني انت قاعد ما يعني اللي اجى مين اخذ امي بقول له عمي، يعني حاجه نعمل حالنا هذيك هو عن جد. انا كنت اعمل لك كنت عم بحكي اليوم الصبح، كنت عم بحكي مع الشام، فعن جد كنت عم بقول لهم، عم بسالهم بقى انا على الشغلات الثانيه اللي هي مو بايده، ما وصلنا لهون. يعني الشغلات اللي حكينا عليها، انا حكيت سالت واحد على قصه ال5000، وسالت على قصه لين خلف لين سكاف وفي خلف شو جاب لي خلف ما هلا مرقت بالغلط هي ايه الله عم بسال القصه. عن جد اللي عم يحكي لي اللي مين فاضي يحكي بهدول القصص. نحن بدنا دوبنا بدنا نعبي، ما نجيب مازوت ونلاقي اناني غاز، وان شاء الله تجي الكهرباء. شو بتقول لي انت اندعس له كم شرطي لك صار 100 مليونات سوري ما حدا حكى. بس لانه بنت هذا قال لك من البدايه لانه صبيه ولبنانيه فانفتح الموضوع. اما كل يوم بيندعس مليون شرطي ومليون واحد بيموت، ما حد يعني خلص بس هي جديده. والله بتعرف يمكن معك حق، والله يمكن إيه؟ معك حق. بس يمكن هي فكره الاثاره فيها انه بنت ايه انه عن جد انه حتى البنات طلعوا بيقدروا يقتلوا. عرفت شلون؟ انه ايه يعني في معك جيب وشو اسمه هي لجوء سياسي، فيك تقتل اللي بدك اياه.
تخيل لو واحد مثلا لاجئ بسوريا مثلا بألمانيا ولا يعني هون بأوروبا يعمل هيك قصة شوفر قاعد عم يشوفر ودعس له شرطيين، يعني شو بيصير يعني وكمل عادي. ايه عن جد وكمل عادي انه راه ونام بالبيت. ويجي ضابط امن مثلا برلين، عرفت كيف، يقول لهم هي عندي. ايه هذا معنا، هذا لانه Das ist meine. Mit mir ist sie. Sie ist mit mir. Die ist mir. نعم. الواه حكينا خلينا طلعنا من القصه ابو امير. احكي لنا القصه اللي حكيت لنا اياها تبع اللوسه. احكي لنا اياها الله يخليك. والله هي قصه بتسوى تقلدها. بنتي اليسار صارت صف سادس، اللي هو هون بيقولوا عنهم جروب 8 خروب اخت هيك هون بيقولوا. المهم فالسنه الجايه هي بتروح على شغله اسمها المدرسه الثانويه الهاي سكول. السيستم بهولندا مختلف كثير. ايه بس قد ايه العمر يعني؟ هلا قد ايه عمرها؟ 11 سنه يعني من 12 سنه. 11 بيروحوا على الثانوي. لا هي بتخلص الجامعه على 15 يعني. لا هي 6 سنين مثل سيستم تبعنا. لا بتفوت 12 وبتخلص 13 يعني 6 سنين مثل انا. بس انن الاعدادي والثانوي بيعتبروه هاي سكول. هلا في تفاصيل كمان انا ما بفهمها، بس الفكره اللي فلجتني هي انه اخي في عنا هلا اسمع لك ايوه هيك في هلا مرحله هي البنت رايحه هلا بدنا نشوف، لانه في عندهم طبقات وهن شو بيعملوا السيستم التعليمي هون بحسب مهارات الطالب، بحسب ذكائه، بحسب هيك شغلات. بيروح علمي، بيروح ادبي، بيروح بحب شغلات فنيه، بحب صناعه مثلا بالبرامكي وشلون حابب عرفت شلون. فالمهم عم نستنى. بالمقابل في عندك شغلتين انت عم تستنى بعد ما عملت الامتحانات اللي استمرت على 2 تقريبا، لانه مو علامه واحده ويلا مثل التاسع مسكين مثلا اجا قريب قلب الفحص بفحص العربي اكل خرا راح صناعه اشتغل، صار يشتغل طول عمره طورنجي، عرفت كيف؟ لأ بسبب قريب. لا مو هيك. ففي هي الشغله تبع انه بيشوفوا العلامات وبعدين بيقول لك شغله، بيعطيك شغله اسمها الادفايس، انه انت الليفل تبعك على ما يبدو انت دراسيا لازم تروح بهذا الاتجاه. بالمقابل بقى المدارس اللي بتقدم، يعني في مدارس ثانويه، مو المدارس الثانويه معظمهم بيقدموا نفس الشيء، يعني بيقدموا في منهم بيقدموا السيستم العلمي مع السيستم الادبي، في ناس مثلا ادبي وعلمي وصناعي. فمدارس مختلفه. بس الشيء الحلو انه هدول المدارس بيتصرفوا كانهم جامعات. يعني المدرسه بتعمل برزنتيشن، يعني نحن حضرنا هلا بالعاده بيروحوا الناس الاهالي بيروحوا بيتفرجوا. هالمره لانه في كورونا فعملوا برزنتيشن معلم بس مباشر على زوم او على ما بعرف شو، وقاعدين هيك بانل قاعده مديره المدرسه حكت اول شيء فهمت الناس شو عم يحكوا. طبعا محسوبكم مثل التلطميس ما بفهم هولندي ما فهمت شيء هولندي. ايه وقاعد واحد جنبه عم يشرح مدري شو عم يحكي. بعدين صاروا ينقلوا كل شوي بيصوروا مثلا هي الفقره في هذا المسرح تبع المدري شو بيعملوا فقره بيورجوك اياها، هاي المخابر تبعنا هي الكذا. إيه اللي فلجني انه هذا الموضوع برودكشن يا جماعه، في كاميرات وفي اضاءه وفي شركه اجت، يعني المدرسه خصصت ميزانيه لتعمل هاي الشغلات. هي واحده من المدارس، كل المدارس بتعمل هذا الحكي، وكل المدارس بتدعو الناس في حاله انه تعالوا مشان الله تعالوا لعنا مشان الله. يعني مثلا لما الناس اللي بتتذكر بتعرف جمال بامريكا كتير هاي القصه موجوده بامريكا وبكندا، الجامعات بتروج لنفسها، يعني كل الجامعات بتجي بتروج وبتحكي ايه. بس ليش الجامعات بتروج؟ بيعملوا رود شوز. اكزاكتلي بيعملوا رود شو. بس ليش بيعملوا هذا الحكي؟ بيعملوا هذا الحكي لانه التعليم بامريكا، الجامعات بامريكا معروفه انه هي من اغلى الجامعات بالعالم، هي واليوكي، ففي مصاري في كذا. هدول ما بياخذوا مصاري لك، هذا التعليم ببلاش. قعدت انا افكر انه معلم هدول المدارس ليومنا هذا، هدول المدارس في جزء من هدول المدارس مثلا على طريقه مونتيسوري، في مدارس على طريقه مدري مين، في ناس عم تعمل بلاش، يعني هن ما بيجي ولا جيبتهم شيء. هذا الإحساس إلا راتبهم الشهري، يعني راتب مش طبعا راتبه الشهري اللي بيجي من الحكومة، يعني هي المدارس كلها بالنهاية بتتبع لهيئة التعليم. فهون أنت بتقعد بتفكر إنه في إنسان
بيروح على شغله الصبح لحتى باخر الشهر ياخذ. وعلى فكره رواتب المدرسين بهولندا مو كتير شغله فظيعه، يعني كل فتره بيروحوا بيعملوا سترايك، بيعملوا اضراب ويزيدوا لنا وكذا. بالعموم ما بعرف اذا بالنمسا نفس الشيء. حتى عندنا هون Exactly. اللي بيشتغل بالتدريس والتعليم معاشاته منخفضه. عادي يعني. بس هذا الانسان اللي بيفيق الصبح كل يوم وبيروح على شغله، بس هو من جواته في عنده هذا الاحساس تبع بدي اعمل شغلي صح، في شيء ابعد من المصاري، في شيء اكثر، بدي اعمل شيء حلو. تعرف لو واحد مثلا ابو سعود صارت معنا هاي القصه كثير، يعني نحن لانه بنشتغل بالقصص هاي الفنيه، بيجيك بروجكت ايام بيكون ما في كتير مثلا مصاري، ما في هالاكسبوجر، بس بتحب الشغل، بتحس انه في ماده حلوه، في شيء ممتع. بدي احكي بدي. هذا الانسان اللي بيروح هي مهنه حياته، كل يوم بيروح المدرس اللي هي مو احسن المهن بالمره، بتخري مهنه الاستاذ، بيروح على شغله كل يوم، هو بيقول لك بدي اعمل شغله منيحه. لا نحن امتى خسرنا هالحكي؟ نحن قل لك ليش. اول شغله بس هيك ملاحظه صغيره، هي مزبوط هو ما عم بياخذ الرقم الخطير يعني شهريا مقابل امور تانية او مهن تانية، بس هو عم بيعيش ومبسوط، وبالصيف عم بيقبض بالشهر وهو قاعد بالبيت. يعني كمان هي في ادفانتج انك انت قاعد بالبيت الشهر بالصيفيه كلها وعم تقبض، يعني حلوه. صحيح. بس انه ممكن لو اكثر ل 200 300 يورو بيطلعوا انه بصير ارتب الحكي يعني. بس هذا لا يعني انه هو مو رايح ومزلول، رايح وعنده قصص للاولاد ولا عنده مشاكل. 100%. انت عم تقول اذا بدك تقارن فينا او بالبلاد العربيه، نقول لانه حرام نقارن اي بلد اوروبي باي بلد عربي، مو عادل ابدا، مو عادل يعني. بس نحن بالخمسينات انا بتذكر انه كان يقولوا لما يكون استاذ جاي انه هذا استاذ، انه عز. خمسينات ستينات، هي بعد ما راح الاحتلال الكلب الفرنسي اللي يا ريت وضل بعد ما راح صار في 10 15 سنه 20 سنه رخاء. لما كانت الرجعيه الرجعيه هي لما اجى بالسبعينات اخر الستينات اجى حزب البعث، واجت هي تبع انه لا خبي شو تخرجوا لنا عالم فهمانه، انت صار في عندك انت معمل للبجم، عرفت هو المدرسه. فانت هيك بتعمل اجيال تقدر تتحكم فيها بالفساد، بانها هي تتقبل انه تاخذ رشوه. بس تعال نحن جيل بنعرف نلعب حولي مولي احسن من الجيل اللي قبلنا. والله مزبوط، انه عندنا وقت نعرف نعمل طابات هلاجوس مشان نلعب بالباحه احسن من الجيل اللي قبلنا. والله بالجوزي انا اكله من رجلي هذا شو اسمه يعني كمان بدك تفتح لي عينك اخي ابو سعود. يعني انا مره انحمقت بمباراه عم نلعب تبع الجوزي، شاطل هذا قام طلعت نطحتها مفكر حالي هلا بدنا نبيره معلم شي جمعه. عمي قالت لي الله لا يعطيك العافيه. انا مره ناطح كان جايبين علبه المندرين فعسينا بدي انطحها. لا بس عن جد يا جماعه، انا عن جد والله اول شيء خطر ببالي انه شريك. هلا انا بالنسبه هذا الشعور بالنسبه لي انا هلا اولادي اكبر من اولادكم هيك. هلا القصه لا يا قصه هيك يعني تعال بابا تعال فرجيه الفول تاكل عمو هيك يعني شو العالم هي يا زلمه قاعد بكندا. تفضل اخي تفضل. لا اذا هيك ولادي اصغر منك بس انه عمرا عم اقول اخي. فهمت عليك. لا مو فرفوره، لا بالفرافير انت الفرفوره الاكبر. ارفع البنطلون. طيب فع الشروال. الفكره انه مرقت بكل هالتفاصيل اللي مرق فيها عمار بقصه تنقايه المدارس وما تنقايه المدارس، وهي قصه الرود شو موجوده شيء له علاقه بالسيستم التعليمي. بس بدي اعلق على شغله، انه واحد مثلي هلا انا بدي فوت على تدريس جامعي،
اذا تخرجت لا سمح الله واخذت الدكتوراه بدي اصير مدرس بالجامعه. واحده من الشغلات اللي بدي امتهنها. يعني مهنه المدرس الجامعي ما لها كثير مهنه احسن ماديا من مهنه المدرس الابتدائي او الاعدادي او الكذا والثانوي. بس في شيء انا بقول لك من يوم من اصدقائي اللي يعني اللي رايحين بنفس الاتجاه اللي عم ندرس سوا، في شيء فعلا غير مادي، حافز غير مادي. لا مو بس، لا مو البرستيج. الحافز الغير مادي هو شعورك بانك انت عم تعمل شيء مفيد، عم تقدم شيء، تعمل شيء، عم تقدم شيء. ومثل ما قال سعد، الفرق ابو سعود مثل ما انت قلت انه الارضيه اللي بيوقف عليها البني ادم بهي المجتمعات، القاعده اللي بيستند عليها ادنى معاش فما فوق، اعلى بكتير من السقف تبع كتار ناس ببلادنا العربيه. فيعني خط الفقر نسبه الى خط الفقر يعني واسعه كتير التفرقه. الاساتذه تبع المدارس والكذا والى اخره يعني هن اقل شيء مدفوع بهي المجتمعات، بس هن اقل شيء مدفوع بهي المجتمعات في عندهم شبكات من التكافل والتضامن الاجتماعي طبعا. رواتبهم معموله بطريقه تكفي الى حياه معقوله ومنطقيه. يمكن مثل ما قلت 200 يورو هون 300 يورو هنيك احسن كذا الى اخره، هذا بيصفى مجال للتفاوض، بس بالاساسيات فاننا مغطاين. واحد مثلي ممكن مثلا بدل ما يعمل الدكتوراه بالماجستير تبعه يروح يعمل له شغله بالقطاع الخاص، بيطلع 150,000 دولار اول سنه او ثاني سنه. بينما صحيح. انت كمدرس احسن شيء ممكن تطلع له اول سنه او سنتين هو 80 لل100,000 اللي هو مبلغ معقول جدا ومنطقي وهذا، ولكن في عندك فرص تكون افضل. بتصفى قصه نسبه وتناسب، حسب اولوياتك. انا بظن بري على ربك اللي هو الشيء الخفي اللي هو الغير مادي غير محسوس، انك انت عم تضيف قيمه لحياه المجتمع وعم تقدم شغله منيحه وعم تساهم بشغله اللي هي السيلف اكتواليزيشن، تحقيق الذات. عرفت كيف؟ هذا الشيء اللي بيمنع حكي التدريس بهي البلاد، لانه هي التدريس بهي البلاد كقيمه والعلم كقيمه محترم. بينما ببلادنا أنا بتذكر لهلا نحن بزماناته عنا أستاذ قومية إجا على مادي، بس أستاذ قومية فات لعنا بصف التاسع أول صف، واحد من الشباب اللي قاعدين قدام، ابن مخلوف رفيقنا بالمدرسة، بلش يطلع أصوات وكذا بالآخر. عم الأستاذ بده يثبت موجودية إنه هو أول مرة جاي وموجه تربوي بالمادة بوزارة التربية. فات عم يحكي معه، يا ابني شو عم تعمل؟ قال له انت خراس. قال له انا خراس. حط هيك وسفقه كف. هذاك مخلوف نط وسفقه له كف. طبعا نحن قاعدين عم نبعبع من ورا كذا شو الى اخره. بيطلع برا الصف خلدون مخلوف. وبعد الدوام ما بنلاقيهم غير اجوا شحطوه بالسياره واختفى. ضلينا سنه التاسع كلياتها ما عندنا مدرس تربيه قوميه. قديش حلوه هيك. يعني هذا بيورجيك فرق التقييم تبع شو هي العمليه التربويه والتعليم وقيمته وكذا الى اخره. هون يعني عن جد انت عم تذكرني بشغلات، انه انا بسمع ناس مثلا قاعده هون باوروبا من الناس اللي لجأوا وبيشتكوا. يعني انا مالي عم اقول انه الناس ما لازم تشتكي، بس كون منطقي شوي. يعني بس قدر هيكون عندك. وعلى فكره هذا الاحساس بالتقدير كتير إيجابي وكتير لطيف، لأنه بيساعدك إنه إذا في شغلات صعبة بنهارك بتمرق، لأنك أنت عم تقدر شو صاير. يعني مثل ما أنت حكيت فعلا البوتم، يعني فعلا البوتم اللي نحن موجودين عليه أعلى بكتير من ما كنا. يعني أنا مثلا هلأ بتذكر شغلة صارت مع مرتي وقت اللي بآخر السنة الماضية، وقت اللي كان في كريسماس وما كريسماس، ما فيك تروح لمحل، يعني ما فيك تسافر ولا فيك تعمل ولا فيك تساوي شيء. فشو كانت عم تقول لي؟ شكلنا ما حنقدر نسافر. كنا مخططين نحن نروح على فرنسا، فقلت لي ما فينا، شكلنا بدنا نروح في مكان هون لطيف اسمه زاندفورت، هي مدينة على البحر. فأنا يعني هيك طلعت هيك إنه يعني بدنا نضل، يعني ما حنسافر، يعني بدنا نضل بنفس البلد. عن جد عطتني نظرة تبع يا خرا لساتك عم تطلع إجازة بهولندا يا خرا، بهولندا يا خرا. شو عم تتخيل يعني؟ ابني هلكني. ابني اسمه رام، عمره هلا
13 خليلك 14 ما شاء الله. الله يسلمك. هلكني اخر سنتين انه بابا اورلاوب هون بالالماني، يعني شو اسمه الاجازه السنتيه. بابا اورلاوب، بدنا نعمل اورلاوب. قلت له يعني طب ما فيني، يعني لا عم بقدر اشتغل ولا عم بقدر يعني صمد مبلغ، بدك 1000 2000 يورو يعني تعمل اورلاوب انت. قلت له والله بابا يعني ما بفهم عليك، شو يعني انه انا بفيينا اخذك على فيينا، انت هلا هون اورلاوب. انا جايبك لهون انبسط، اطلع مشوار، اطلع على الجبل، في جبل، في نهر، في بطيخ، روح شوفهم لك ابي. تركني اكلت لي راسي. تدمر ما شفتها انا بحياتي، تدمر عن السياحه. هذا انت عم تحكي عن السياحه المحليه، والله مو طالع نحن على تدمر تدمو، رايحين عليها. مو اخذينك رحله مدرسيه على تدمو؟ رحت، لا والله رحت تصوير مره، رحت تصوير، شفتها والله حلوه، صحراء هيك. في حمامات كبريتيه؟ ما اخذوك على الحمامات الكبريتيه؟ لا ما رحت عليها، بس انه مرقت من جنبها انه هون في حمام كبريتي، والنعم رحت على حمامات بالمغرب كمان نفس الفيلم، حلوين الله يوفقهم. ماشي حال ماشي حال. الله يديم علينا الصحة يا رب. من اللي ما له نعلي. هذا هو، الله يطفيها بنوره. والله يا شباب يعني ثانك يو فيري ماتش، يعني انبسطنا، كانت حلقة جميلة. اي والله ابو سعود بدنا نعيدها. نورتنا ابو سعود، بدنا نعيدها ابو سعود. بدنا نعيدها. اي والله، اي والله ابو سعود والله انا جاهز، انا حبيتكم والله، انتم شباب اوادي والله حبيت. الله يخليك، الله يخليك، الله يحفظك، الله يسدد دارك. يعني يا جماعه كانت حلقه جميله، وابو سعود نحن بدنا نستضيفك كمان. تبقى سلم لنا على ابنك وعلى فرفورته. ايه الله يخليك، معيتك اماني. عندي فرفورتين انا، واحده مطهره واحده بدون تطهير. طب انو انت تو ماتش انفورميشن، تو ماتش انفورميشن. يا جماعه اللي عم تحضرونا، شكرا لانكم حضرتوا هاي الحلقه. هاي كانت حلقه أطشو لحش لهذا الاسبوع. كان معنا ضيفنا ابو سعود سعد الغفري الكبير العظيم جدا، الكوميديان الرهيب، وجمله المنصور حبيبنا واخونا من تورنتو، والداعي جيباتي والداعي عمان تبع من هولندا من امستردام. والحلقه هي راح تكون يوم السبت، راح تكون موجوده على يوتيوب، ومن بعد السبت حنبلش ننزل كمان فيديوهات، يعني مقتطفات من الحلقه صغيره. طبعا الاوديو موجود، سوري انا عم عيد بس لحتى اللي ما شافوا الحلقه كامله. الاوديو موجود حيكون على ابل بودكاست وجوجل بودكاست وعلى سبوتيفاي. نحن موجودين كمان على السوشيال ميديا، على شو اسمه كان سوشيال فيد، فيسبوك، انستغرام، ويوتيوب لا بس ابو سعود على التيك توك، بس ابو سعود على التيك توك. عملوا له فولو على التيك توك. ايه عملوا لنا فولو على انستغرام وابعتوا له ايات وقولوا له انت واحد كافر ما بيصير تطلع هيك شغلات. ربنا. واللي ليه هلا ما عمل سبسكرايب على القناه تبع اليوتيوب شو بنقول له تبا لك. ايوه بدنا. شكرا يا جماعه، كانت حلقه حلوه. يلا باي باي، سلامات، باي.